ايه يا هانم؟ يا ست هدير، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ما رحتيش الشغل ليه؟ ماليش نفسي اروح الشغل. يعني ايه مالكيش نفس؟ وايه اللي انت عاملاه ده؟ فرشاني الفستان ده كده ليه؟ ما تغوريه ولا توديه في داهيه. ولا دي اي واحده بتتجوز يا ستي؟ هو يا بنتي مش حد اتطلق الا انت ولا ايه؟ ما تردي. وانا بكلم نفسي. كفايه بقى، نفسيتي تعبانه، مش عايزه حد يتكلم معايا، خلاص مش عايزه حد يتكلم معايا ولا يفتح معايا اي لا يا اختي اسم الله عليكي، اول الطلاق ولا اخرهم؟ في ايه اللي حصل لده كله؟ ما انت الوكسه، انت اللي ما عرفتيش تحافظي على بيتك. لا حرام عليكي، حرام عليكي، عشان انت دمرتيني وجوزتيني وانا عندي 16 سنه، ما كملتش، ما ينفعش اصلا افتح اشيل مسؤوليه، ودخلت في وسط بيت عيله وحما وعمات وظلمتيني، ما كملتش شهر واتطلقت. الناس كلها في الشغل عمالين يسالوني اتطلقتي ليه؟ اتطلقتي ليه؟ اتطلقتي ليه؟ انا تعبت يا اختي من واحنا صغيرين بنتجوز، احنا عندنا 15 من 16 وعشنا وخلفنا. اسمي مطلقه وانا عندي 16 سنه. ليه؟ ليه؟ حرام عليكي. عايزه تفرحي بيا؟ اديكي فرحت بيا يا ستي. فرحت وكستيني. فرحت ايه؟ فرحت ايه؟ كنت قعدت واستحملتي. فرحت ايه يا اختي؟ ابوكي مات الله يرحمه، من هنا قعدت اربيك واكبرك وقلت افرح بيها عشان تخف شويه عن قلبي وعن الفلوس وعن الدفع والمدارس والدروس. حرام عليكي. وانت رخر انت كمان، ما يلا انت كمان، يلا شوف حياتك انت كمان. مش كفايه؟ كفايه ايه يا اخويا؟ مش كفايه اللي انت عملتيه فيها؟ رخر انت جاي عليا ولا ايه؟ مش كفايه؟ كل ده عشان عايزه تسطريها والناس يقولوا سطرت بنتها؟ ايوه، مش احسن يقولوا بايره؟ احسن يقولوا قاعده مش لاقي لها عريس. يعني هي مش هتتجوز؟ عاجبك اللي هي فيه دلوقتي؟ ومش هتيل بنت ام محمد ولا هتتجوز، ولا بنت ام محمود، ولا اي واحده. قومي يا اختي شحاتين. حرام عليكي يا امه، كفايه بقى، كفايه ان انت بتعملي فيها. انت اسكت يا ما تتكلمش كوس كلمه. هنفضل ساكتين ليه امتى يعني؟ قلت لك بلاش الجوازه دي. ليه ماله؟ دي تقف في بيت عيله وفلاحين كمان. وفيها ايه يا اخويا؟ وفيها ايه؟ لو هي ناصحه بعيله شاطره كده كانت عرفت تسيسهم كلهم. والله العظيم يا ابراهيم كانوا مرمطيني موريني العذاب الوان. استحمل ايه؟ هتتمرمطي دلوقتي، بكره هترتاحي. إيه؟ بيجي عليا وبيسمع كلامهم وبيهني ما كملتش لسه شهر في بيتهم وكنت بتهان وبتعامل ولا كأن حيوانه في قلب البيت ماليش لازمه، وتقولي لي استحملي. استحمل ايه؟ انا مش قادره استحمل اي حاجه. حرام عليكي والله يا اما، انت سبب كل ده. خلي يا ابني انا كنت عايزه افرح بيها. ما هنفرح لسه بدري عليها 16 سنه. ما اضمنش نفسي، كنت هسيبها لمين هنا؟ وبتقولي لها هقعد اصرف عليكي. استغفر الله العظيم يا رب. يا هدير، يا هدير يا بنتي، انا كل اللي كنت فيه ان انا نفسي افرح بيكي، مش قصدي ان انا تقعدي واخرب عليكي، مش قصدي ان انت لها يومها يا ام، لها يومها، وكده كده هنفرح بيها. انت عاجبك اللي هي فيها؟ طب لا الاسود يا بنتي، خلي حياتك تفتح. عارفه لما بمسك الفستان كده واتفرج عليه كده يا ببقى مبسوطه. كان نفسي البس فستان زي ده، ببقى مبسوطه كده. وانا مش قلت لك شيل الفستان ده من قدامها في بيتي وانا مع جوزي كده، والفستان ده اللي هو كان مختاره لي وبحبه، كان نفسي افرح بيه زي اي بنت كده. ملحقتش احطه في دولابي شهر على بعضه يا ابراهيم، ملحقتش افرح بالفستان شهر على بعض واحط في دولابي كده واتفرج عليه كده وابقى مبسوطه زي اي عروسه بتفرح في ليله العمر بتاعها. انا اتدمرت. انا سمعت واحده. انا كان كل همي ان انا افرح بيكي يا بنتي. انا سمعت واحده جايبالي عارف عنده 42 سنه. ليه؟ علشان انا مطلقه يعني. ما انا ده اللي هيجيلي، انا ده اللي هيجيلي يا واحد كبير في السن، يا واحد مراته ميته، مش هيجيلي واحد اعزب. انا مين اللي هيتجوز واحده مطلقه؟ لا، المطلقه بيجيلها يا اما واحد قد ابوها يا اما واحد ارمل برضه او مطلق يعني. لا مفيش. ما انت دمرتني بدري يا امه وانا عندي 16 سنه، دمرتيني يعني. طب خلاص يا هدير، اللي حصل حصل، واللي هنعمل ايه؟ طب ده نصيبك كده، هعمل ايه؟ خلاص نصيبي يا امي. هقعد لابسه اسود في اسود وهقعد حاطه الفستان عليه. قومي يا هدير شوفي شغلك يا هدير. انا مش عارفه اروح شغل ومخنوقه، ماليش نفسي اعمل اي حاجه، ولا اروح شغل ولا اكل ولا اشرب ولا اعمل اي حاجه. صدقيني انا تعبانه، انا مش والله انا تعبانه، مش قادره اتعافى، انا مش قادره يا ابراهيم، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه قومي اعمل يا ايه. خلاص قومي يا بنتي، خلاص. حقك عليا، حقك عليا فعلا. انا كنت غلطانه يا بنتي لما فكرت في جوازك، كنت لسه عيله، لسه يعتبر اللي زيك بيلعبوا في الشارع. سامحيني يا هدير،
سامحيني يا بنتي، انا مش عارفه اقول لك ايه. وانت خلاص هو امر واتحطينا فيه، هتفضلي حياتك عايشاها كده ولا ايه؟ قلت لك شيل التفكير ده من دماغك. صعبان عليا يا ابراهيم، صعبان عليا، انا صعبان عليا الفتره اللي انا. شيل الفستان ده يا ابني وزعه، أنا ولا قلت لك يعني إيه شيل شيل اي وديه حد، في أي ما حتة. تخلوش هنا خالص. قوم بس يا نادين، حقك عليا يا بنتي، خلاص حقك عليا. انت لسه صغيره ما تعمليش في نفسك كده. والله بكره هيجي اللي يهدي سرك ويفرح قلبك ويعوضك خير على اللي انت شفتيه. اوعي تفتكر الظلم اللي انت شفتيه ده ربنا مش هيعوضك بيه، لا والله ربنا هيعوضك باللي احسن منه واحسن كمان، وهتعيشي حياتك احسن من اللي انت كنت بتفكري فيها. ما تقلقيش يا بنتي وحقك عليا. اي حاجه الحمد لله. فعلا احنا اللي بندمر بناتنا، احنا اللي بنقول عايزين نفرح بيهم وهم صغيرين، لا ما ينفعش. لازم بنتك تبقى عارفه يعني ايه جواز. سامحيني يا بنتي. مفيش اي حاجه. ولا الاسمر ده مش عايز اشوفك بالحاله دي تاني. تمام؟ يلا يا حبيبتي، يلا يا بنتي. انت اللي بتدمري بنتك لما تقولي عايزه افرح بيها وهي صغيره. طب ما انت هتفرحي بيها من النتيجه اهي قدام. هتفرحي بيها، هيوعدها بحما بعمات، مش هتعرف تسلك في وسطهم. ده بيت عيله، انت عارفه يعني ايه بيت عيله؟ اظن انت ام وفاهمه يعني ايه مسؤوليه راجل، يعني ايه مسؤوليه بيت عيله، يعني ايه مسؤوليه عمات، يعني ايه مسؤوليه طفل لو خلفت. المسؤوليه كبيره وشديده على بنت عندها 16 17 18 سنه. الجواز يا جماعه من بعد ال 25 سنه بنتك تكون نضجت، تكون قويه ان تقدر تشيل مسؤوليه بيت، مش تجوزيها عايزه تسطريها. ده ستها هتموت وعايزين يفرحوا بيها قبل ما تموت، ده مش عارفه خالها تعبان وهيموت وعايز يفرح بيها، عايزين يشوفوها عروسه، عايزين نشوفها قاعده في الكوشه. طب ما انت هتفرحي بيها اليوم ده. طب انت هتحسي ببنتك بقى بقيه الايام هي عايشه ازاي؟ هتعرف تعيش ولا مش هتعرف تعيش؟ يا جماعه في نسبه طلاقات كتير بان البنات بيتجوزوا صغيرين مبقوش عارفين ان هم يعيشوا في بيت العيله. يا رب تكون الرساله وصلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.